السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل حاجة، كل سنة وانتم طيبين جميعا. أجمل حاجة في يومنا النهاردة، وزي ما قال الباشمهندس إبراهيم، إن إحنا النهاردة يوم رمضان، وكان الإقبال حلو جدا جدا جدا. ما كناش فاكرين إن الناس هتخرج وهي صايمة. دي حاجة جميلة بالنسبة للمهندسين، وفعلا المهندسين والنقابة تستاهل إن الجميع يجي ويحضر ويقول اللي هو عايزه. بالنسبة لنا احنا كمجلس قديم وكمجلس جديد، احنا اشتغلنا وعندنا حاجات كتير حلوة عملناها، وفي حاجات كتير ما عملناهاش ونتمنى ان احنا نعملها. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب الدورة الجاية ديت بإذن الله هتشمل انجازات كبيرة جدا كلكم هتلمسوها على ارض الواقع بإذن الله. ومتشكرة جدا لحضوركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا مهندس مجدة. يمكن تقريبا الانشطه النهارده مش هيبقى زي كل مره كنا بنعمل فيديو بنجهزه وبنتكلم فيه على الحاجات اللي حصلت، بس يمكن احنا في خضم طبعا الموضوع او الاحتفال الانتخابي الفتره اللي فاتت. يمكن كل حاجه كانت معروضه على صفحه النقابه، زي اي مجموعه بتحاول تشتغل او زي اي مجموعه في اي مكان بتحاول تشتغل تسعى في اتجاهات كتير زي ما قلنا قبل كده. بننجح في حاجات ونصيب فيها، وبحاجات تانية ربنا ما بيكملهاش في الاخر، وحاجات بنخفق فيها عادي جدا زي اي حد. بس دايما الوعد والعهد مع الجمعيه العموميه هو السعي في كل الطرق المتاحه لخدمه المهندسين. فيمكن الحمد لله يا رب في الفتره اللي فاتت، يمكن مع كل المشاكل اللي حصلت في فتره كورونا ومع مشاكل كتير في الكام سنه اللي فاتوا من اول كورونا وما بعدها، من شويه حاجات اقتصاديه اثرت على الوضع في حاجات كتير، بس الحمد لله يا رب قدرنا في حاجات كتير زي الرعايه الصحيه مثلا. يمكن من اكتر الحاجات اللي كانت بتلمس المهندسين، عملنا برنامج رعايه صحيه ذو مستوى عالي جدا جوه نقابه المهندسين في الداخليه، خصومات على الاطباء ومعامل التحاليل والمستشفيات وحاجات كتيره جدا ضد اهليه. كمان عملنا حاجه اسمها اليوم الطبي اللي كان بيتنفذ تقريبا كل 3 شهور مره. اغلب المرات اتنفذ في المنصوره، وفي مره او 2 اتنفذ في